فحرك لسانك دائما بالشكر، لأن الله يحب من العبد الثناء عليه، والله تعالى يحب الثناء. تأمل في صلاتك منذ أن تكبر وأنت تحمد الله، وفي الفاتحة تحمد الله، وفي الركوع تحمد الله، وبعد الركوع تحمد الله، وحتى في نهاية صلاتك تستعين بالله أن يعينك على شكر الله، لأن الله يحب أن تشكره دائما. فدائما استشعر الشكر، هذا أولا. ومن ذلك أن تدعو بهذا الدعاء واحفظه جيدا لتؤدي شكر نعمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر نعمة دومه ذلك. فإن قلتها في المساء فقد أديت شكر نعمة تلك الليلة. فاجعل دائما لسانك يشكر. جلست في